القلب والجاذبية هي علاقة خفية لكن مؤثرة. الجاذبية الأرضية دي عامل بيتحكم كتير قوي في نشاط وجهد القلب. يعني إيه؟ يعني لو إحنا ضد الجاذبية مثلا طالعين لفوق أو كنا نايمين ووقفنا فجأة بنلاقي الدم نزل في الرجلين، فده يؤدي لهبوط الضغط وممكن يعمل دوخة أو عدم اتزان. برضو العكس، لو احنا راكبين أي وسيلة من وسائل الملاهي اللي هي بتلف وتخلي راسنا تحت ورجلينا فوق دي ولو لجزء بسيط، دي بتعمل ضغط على القلب وضغط على الأوعية الدموية، ده ممكن يأذي مرضى القلب. عشان كده احنا بننصح مرضى القلب انهم ما يركبوش في الملاهي أو المراجيح الدوارة او الحاجات اللي زي كده. رواد الفضاء مثلا ما عندهمش جاذبيه، فبالتالي الدم واصل لرجليهم واصل لراسهم بنفس القدره، القلب ما بيبذلش جهد، فاحنا بنفتكر ان دي حاجه كويسه. على المدى الطويل القلب بيضعف لان الجهد المبذول بيبقى قليل. علشان كده لما تروح ملاهي، لما تروح حاجه، اسال دكتورك بس هل ينفع ولا ما ينفعش. والخط الاحمر في كل اللي اتقال هو صحه قلبك.